جاهزين يا جمهورية؟ جاهزين؟ الموضوع بات توشيكا على المفاجآت المنتظرة من كل الجمهور. باتت خلاص أيام قليلة جدا وتفصلنا على المفاجآت. يا ترى هتكون وحشة؟ يا ترى هتكون حلوة؟ يا ترى في كتير من المتابعين هيعترض طبعا، لأن المتابعين منقسمين بين مؤيد وبين معارض. في ناس حبت محمد جدا، فيديوهاته الجميلة، صور جميلة، رياكشن جميل. محمد بطبيعته بطل من يومه، دمه خفيف، فيديوهاته دايما جميله. على الصعيد الاخر حمدي بدا يقفل التعليقات ويحاول يصدر تعليقات من عنده، بحيث ان يكون برضه شعبيته ما تقلش ويدانه فيديوهاته متصدره الترند. ولكن هنا له مؤيدين وهنا له مؤيدين وهنا له معارضين وهنا له معارضين. في اللي بيقول لحمدي انت غلطان، وفي اللي بيقول لحمدي لا ده محمد اللي غلطان. ونفس على الصعيد الاخر محمد نفس الموضوع. ولكن محمد الايام اللي فاتت ديت فرقت معاه كتير جدا. ناس كتير حبته لعدم ردوده، حتى لما كان بيرد باحترام. مفيش شكل كده صعب من محمد ان هو بيبتز حد ولا كلام من ده. ولكن في اخبار اتسربت في الوقت القليل اللي فات ده على القبض على محمد والقبض على آلاء ومش عارف ايه، وكل دي كانت اشاعات مغرضه ليس لها اساس من الصحه. اما الحقيقه ان محمد بيجهز لمفاجأتين. مفاجأة هتكون على الصعيد الشخصي لمحمد، ودي هيكون فرحة لجمهوره. مفاجأة تانية بالرد وسقوط الأقنعة. فهل يا ترى ايه اللي هيجي الأول؟ سقوط الأقنعة أم الفرحة المنتظرة اللي محمد هيعلن عنها؟ ناس كتير منتظرة رد فعل محمد على موضوع الحمل، ناس كتير منتظرة رد محمد على سقوط الأقنعة. ايه اللي هيجي الأول؟ لحظات قليلة أو أيام قليلة وكل شيء هيبقى على العلن. ناس كتير هتتفاجئ بردود الأفعال الجديدة. هل يتوقف حمدي ومحمد فمحمد هيفكر ويراجع نفسه ومش هيطلع أي حاجة؟ والجمهور طبعا هيطالبوا بسقوط الأقنعة. ولكن في مفاجأة محمد بيجهزها هتطلع في نفس الوقت بتاع حفل الجنس المولود. وعلى الصعيد الآخر أنا شايف من وجهة نظري إن حمدي بدأ يجيب ورا سنة. في الفيديو اللي طلع فيه، الريلز اللي طلع فيه مع والدته، واللي كان بيقول ايه يا رب نتجمع كلنا وربنا يجمعنا كلنا، حمدي بيحاول يظهر للناس ان هو من قلبه صافي وبيحاول ان يجمع وبيدعي ربنا لتجمع العيله من تاني كلها بدون فقدان اي طرف من الاطراف من الكف. ولكن على الصعيد الموضوع بات وشيكا وواضحا قدام الجمهور كله، وهو ان هو بيتصدر الحاجه للمساوئ والاساءات والاهانات، وان عشان محمد ما يعرفش يرد عليه ان والدته، فمحمد هيلتزم الصمت. ودي اللي كانت دايما الحاجه بتطالبه بيه في الفيديوهات اللي هي عملتها. يا محمد ما تردش على امك، انا اكدبك واشتمك واطلعك حرامي بس ما تردش على امك. بس في نفس الوقت برضه محمد كان في وضع صعب، كان لازم برضه يبين لجمهوره ان هو مظلوم، لان هو فعلا ما عملش كده. الدهب مع الحاجه بالفعل، الدهب ما اتاخدش، كل ده كان بس من محاولة ضغط على محمد. وللأسف اللي نابوا من الحب جانب أو من النكد جانب كان ولاده أم زياد، واللي هم خدوا بلوكات لمساندتهم لخالهم محمد. وده شيء يحزن، لأن الأولاد ديت بيتعاملوا بالعاطفة. يمكن محمد حنان عليهم شوية، أو يمكن عشان هو كان قاعد معاهم الفترة الأطول، فبالتالي الأولاد بيحبوا محمد جدا. ولكن كان لهم من الحب جانب أو من العلقة جانب، وكان البلوكات النهائية بلوكات بدون ردود أفعال. فهل يا ترى اللي هيطلع خسران في الليلة دي كلها أولاد أم زياد؟ هم اللي هيخسروا كله؟ الحاجة قالت إيه؟ هددت بإنها مش هتطلع معاهم، وكان الكلام واضح إن هو رايح لهم هم بالذات، اللي هو إيه؟ هتسمعوا الكلام وتبقوا هنا ولا هتشجعوها وتاخدوا العلقة أنتوا كمان؟ طبعا دي شيء صعب، لان هم اولاد صغيرين بيتعاملوا بالعاطفه، وما نتمناش طبعا ان العيله عامه حد يزعل من بعضه. وفي ناس طبعا كتير اليومين دول بتشكك وبتاكد ان الموضوع هيطلع ترند، زي ما انا قلت في اول الموضوع خالص، ان مجرد احساس ان لو تابعنا الفترات واللي كان الاحداث اللي كانت بتحصل من زمان، ان حمدي كل فتره بيعمل فرقعه كده عشان خاطر يجذب المتابعين والكلام من ده وينشط القنوات كلها. وكمان كان في ردود افعال من يحيى بالفيديو اللي طلع، واللي كان يعتبر الكلام موجه للطرفين، بيحاول ان هو
الكلام ما ياخدش زاويه عشان ما حدش ياخد عليه الكلام كان موجه للاثنين بطريقه او باخرى يعني. ولكن اولاد ام زياد هل هم اللي هيشيلوا الليله ديت بسبب حبهم لخالهم محمد وتعاطفهم معاه، ولا ايه اللي هيحصل؟ هنشوف الايام اللي جايه ديت، ونتمنى ربنا يهدي الاحوال. نرجع بقى لموضوعنا الاساسي، وهم جاهزين يا جمهوريه ولا مش جاهزين؟ عايزين كله ينزل في التعليقات كده، يفجر التعليقات والجاهزين للمفاجاتين. سقوط الاقنعه والمفاجاه طبعا انا مش هقدر اقول عليها عشان خاطر ده سر، ما ينفعش ان انا اقول حاجه. ايه دي انت بتغمز ولا ايه؟ هتقول يعني؟ لا مش هقول حاجه. هننتظر محمد ينزل بالمفاجأة بعد وصوله الإمارات على خير، ومفيش أي حاجة من موضوع الإشاعات اللي طلعت اليومين دول، النهاردة قصدي، من ساعة وصوله واللي هو القبض عليه، ومفيش أي كلام من الكلام ده. انتظروا الجديد وبدون تقليد، وهي المفاجأة اللي محمد بيحضر لها وهتبقى جامدة جدا. سقوط الأقنعة زي ما قلت لكم هيبقى في وقت معين، وده الفيديو المرجح ان هيكون في نفس ذات الوقت اللي هينزل فيه الحفلة، واللي هو بدأت التجهيز لها، واللي بدأ الإعلان. جاهزين ولا مش جاهزين؟ طبعا في حد في التعليقات كان كتب ان محمد هيحضر. الموضوع كبير، الموضوع كان باتفاق ترند أولي، بس الموضوع خرج بره السيطرة، وبقى في ضياع مستقبل محمد على السوشيال ميديا وينزل من نظر الناس، يا اما يكمل ويبقى له حياته لوحده. ننتظر اللحظات القليله اللي جايه هتفرق معاكم، وفي الغالب هيكون الفيديوهات دي بكره. فيديو الحفله هيبقى تجهيزاته وتنزل تقريبا بكره او بعده بالكتير، ومحمد هينزل بالرد. لو في تغيير ممكن يبقى في تغيير في حالة ان حصل شيء من الصلح، شيء من الهدوء، شيء من الاتفاق بمعنى ادق يعني. فنتمنى ان هم يتفقوا وترجع الامور لمجراها الطبيعي ويرجع العيلة ملمومة تاني. ولكن ما اظنش بالذات ان عيلة علاء وآلاء بقى لهم حق كبير جدا 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 في الاهانة والاتهامات اللي حصلت. فهل يا ترى الايام اللي جاية هتسقط فعلا الأقنعة، وهيبقى ده سبب في دمار حمدي والعيلة على السوشيال ميديا، ومحمد ياخد مستقبل لوحده؟ بس ده انا ما اظنش، لان قنوات برضو حسن ونهال برضو شغالة كويس جدا بنفس القوة بنفس الكفاءة، قنوات حمدي شغالة بنفس القوة بنفس الكفاءة. فما اظنش ان هيكون في سقوط لاي حد من العيلة، ولكن هيكون في اختلافات. نتمنى يكون زي ما الناس توقعت ان دي يكون مجرد ترند وترويج للقنوات، ترجع الامور لمجراها الطبيعي. انتظروا بكره المفاجاه الكبرى، سقوط الاقنعه، والمفاجاه الاكبر مش هقول لكم عليها في الفيديو ده، خليها الفيديو اللي جاي.